اكتر حاجه تعمل امراض العكعكه اللي البط بيعملها دي. شايفين عكاك البط بكل انواعه عكاك. شايفين الارض هنا ناشفه اهي، دي ناشفه عشان مش حاطين فيها الميه ولا حاطين فيها حاجه. وادي هنا مبلوله وكلها رطوبه، مع ان انا كل شويه بنقل لهم الطبق بتاع الميه بتاعهم، لدرجه ان انا جيت وحطيت فيه قالب طوب اهو، علشان ما يبهدلوش نفسهم ويفضلوا ينطوا فيه، ومع ذلك مبهدلين الارض. شايفين فرق بين الارض هنا ناشفه والارض هنا كلها رطوبه اهي. ملوش حل، بيعمل امراض وبتكسح بسبب، بيجيله امراض كتير وبتكسح بسبب الميه دي. في الشتاء بالذات الجو برد، الشمس ما بتطلعش والجو حر، ما فيش حر يعني عشان ينشف الارض، فالامراض بتصيب البط بسبب كده. غير انه بيتكسح، غير ان البط ده مجنون. اه والله العظيم مجنون. مجنني معاه، مش قادر اقرب منه يعني. انا بصور من بعيد. ده لو كان البط البغالي اللي كنت قبل كده كنت بقرب منه، اللي هو ناقص يقول لي تعالي اكليني ببقي. فشايفين اه. فعايزين نحافظ على البط من الامراض. ان احنا هنعمل ايه نفرش له ايه، والله ما عارفه. انا غلبت معاه، مهما احط له قش، وكان هو صغير بحط له قش عشان احافظ على رجليه من الكساح، وجبت له الدواء بتاع الكساح وبنقل العلبه بتاعت الميه دي من مكان لمكان. يعني العلبه دي كانت هناك عند العصايه اللي محطوطه دي، كانت هنا كده، نقلتها الناحيه دي اهي. حتى شايفين المكان متعلم اهو، شايفين. وبعدين رجعت نقلتها الناحيه دي، وبعدين رجعت جبتها كده. كل شويه انقلها عشان الارض تنشف. الارض ما بتنشفش. مش عارفه اعمل معاه ايه. هو البط كائن عكاك، بس الصراحه قمر في اكله، قمر اه.